لماذا نحب من لا يختارنا؟ أو حين نحب ولا نختار؟ ربما الحب من طرف واحد بين القلب والعقل. لماذا نتمسك بمن لا يرانا؟ نحبهم لكنهم لا يختاروننا. في كل مرة نعتقد أننا وجدنا الشخص المناسب، نكتشف أننا كنا نقترب من فكرة أكثر من حقيقة، ونتمسك بشيء لا يبادلنا نفس الشعور، وكأن القلب يختار دائما الطريق الذي يتعبه بدل أن يريحه. لماذا نحب من لا يختارنا؟ سؤال يبدو بسيطا، لكنه يفتح بابا كبيرا داخل النفس، بابا مليئا بالذكريات والتوقعات والأشياء التي لم تحدث أصلا. أحيانا لا نحب الشخص نفسه، بل نحب ما نتخيله عنه. نحب اللحظة التي نتمنى أن تتغير فيها الأمور، ونعيش على أمل صغير يرفض أن يموت رغم أن الواقع لا يعطي أي إشارات. العقل في هذه الحالة يكون واضحاً، يعرف أن الاستمرار مؤلم، يعرف أن التوازن مفقود، يعرف أن الطرف الآخر لا يمنح نفس الشعور، لكن القلب لا يتعامل بالمنطق. القلب يخلق أعذاراً، يبرر الغياب، ويحول الصمت إلى احتمال جميل اسمه ربما. وربما هذه الكلمة هي أكثر كلمة تتعب الإنسان، لأنها تبقيه عالقاً بين الحقيقة والخيال، بين الرحيل والبقاء، بين أن يحترم نفسه أو أن ينتظر شيئاً قد لا يأتي أبداً. نحن لا نختار دائماً من يحبنا، أحياناً نختار من نتمنى أن يحبنا، وهذا الاختيار يخلق داخلنا فراغاً لا يملأ بسهولة، لأننا نربط قيمة أنفسنا بردة فعل شخص آخر، وإذا لم يختارنا نشعر وكأن هناك شيء ناقص فينا، رغم أن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير. ليس كل عدم اختيار يعني نقصاً، وليس كل غياب يعني أننا لسنا كافيين. المشكلة الحقيقية ليست في الحب، بل في التعلق، لأن التعلق يجعلنا نرى ما نريد لا ما هو موجود، يجعلنا نتمسك بالاحتمالات بدل الحقائق، ويجعلنا ننسى أننا نستحق علاقة واضحة، لا علاقة معلقة على الأمل فقط. الحب الحقيقي لا يجعلك في حالة انتظار دائم، لا يجعلك تتساءل كل يوم عن مكانك في قلب الآخر، ولا يجعلك تعيش في منطقة رمادية لا تعرف فيها إن كنت مهماً أو مجرد خيار مؤجل. أصعب لحظة ليست لحظة الفقد، بل لحظة الإدراك، عندما تفهم أن كل ما كنت تنتظره لم يكن متبادلاً بنفس العمق، وأنك كنت تبني مشاعر كاملة على أرض غير ثابتة. في تلك اللحظة لا ينكسر الحب فقط، بل تنكسر فكرة كنت تعتقد أنها ستكتمل يوماً ما. لكن رغم الألم هناك شيء مهم نتعلمه مع الوقت، وهو أن القيمة لا تقاس بمن يختارنا أو يتركنا، بل تقاس بقدرتنا على ألا نفقد أنفسنا في انتظار أحد. عندما تبدأ ترى نفسك بوضوح، تدرك أن الحب الذي يستنزفك ليس حباً، وأن الشخص الذي يجعلك تشك في قيمتك ليس مكانك الطبيعي. في النهاية ليس كل من نحبهم يجب أن يبقوا، وليس كل شعور يستحق أن نتمسك به، لأن بعض العلاقات تأتي فقط لتعلمنا كيف نختار أنفسنا أولاً، وكيف نغادر عندما لا نجد نفس الحب في الجهة الأخرى. ربما السؤال الحقيقي ليس لماذا نحب من لا يختارنا، بل لماذا نستمر في البقاء عندما نعرف أننا لا نختار.